السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معايا من مطبخ الملكة. إن شاء الله النهاردة وصفتنا جميلة جدا، بتفكرنا كده بالريف والبلد والأكلات الحلوة بتاعت زمان كده. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة رز معمر حلو بالسكر، بس إن شاء الله هطلعهولك زي الريف وأحلى كمان إن شاء الله بإذن الله. مكوناته سهلة وبسيطة، بس هي في خطوات كده لازم تمشي عليها وتعرفيها تخلي لك الرز المعمر بتاعك ما يعجنش وما ينشفش منك. والوش طبعا ده اهم حاجة، الشكل. الرز المعمر اي حد يقولك رز معمر يبقى انت عارفة ان الوش لازم يطلع معاكي تمام. فان شاء الله النهارده هقولك الاسرار بتاعته، او عموما يعني انا التكات بتاعته اللي انا متعودة عليها اللي بعملها وبيطلع معايا زي الفل فيها، هقولها لك ان شاء الله، مع اضافة مكون جديد كده محدش هيقولك عليه. هيخلي لك الرز كده كريمي كده وطعمه جميل جدا وهيعجبك قوي ان شاء الله. بس حابه قبل ما ابدا الفيديو بتاعي اقول اللي بيشوفني وبيتابعني لاول مره ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه من خلال المربع الاحمر اسفل الفيديو، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم مني كل جديد. نبدا كده الفيديو بتاعنا بسم الله. مكونات الوصفه بتاعتنا سهله وبسيطه ما فيهاش اي صعوبه خالص. اول حاجه الكوبايه اللي انت هتستخدميها تعايري بيها، يبقى هي اللي هتعايري بيها في كل المكونات. انا استخدمت الكوبايه دي، استخدمت عايرت بيها 2 كوبايه رز، غسلناه وصفيناه بالشكل ده كده. ومعانا كل كوبايه رز تاخد معاكي كوبايه ونص لبن وكوبايه ونص ميه، يبقى كل كوبايه رز تاخد كوبايه ونص لبن وكوبايه ونص ميه. فاحنا كده معانا كوبايتين رز خدوا 3 كوبايات لبن و3 كوبايات ميه، ومعانا معلقتين لبن بودره، ومعانا زبده متقطعه قطع صغيره وكيس فانيليا، ومعانا بقى وش لبن انا بخزنه عندي ووقت ما احتاج في الوصفات بطلع منه. فعايزين كده منه معلقتين كبار عشان نحطهم على وش الصينيه يدونا كده الوش بتاعنا الحلو. طبعا مش دي التكات اللي انا قصدي عليها، وانتوا بتتفرجوا معايا على الفيديو في كام خطوه كده مهمه جدا هقولك عليها. احنا معانا دلوقتي كده اللبن، هنبدا نحط عليه المعلقتين اللبن بودره بالشكل ده، وهنحط مع بعض كيس الفانيليا عشان يدي كده الريحه حلوه. بالنسبه بقى للسكر، السكر ده بقى حسب ذوقك انتي، في ناس ما بتحبوش مسكر قوي وفي ناس بتحبه مسكر قوي. فانتي هتحطي كميه السكر اللي انتي عايزاها وتقلبيها في اللبن مع اللبن البودره والفانيليا وتدوقي الطعم الاول. لقيتي بقى الطعم بتاعك تظبطيه انتي حسب ان انتي عايزاه مسكر ولا مش مسكر قوي، وهتبداي بقى تقلبي كده المكونات دي كلها لحد ما تدوب في اللبن. انا حطيت السكر، انا حطيت كوبايتين سكر، يعني كل كوبايه رز حطيت لها كوبايه سكر. انت بقى حابه تزودي حابه تقللي ايه اللي يريحك. هنبدا كده نقلبه لحد ما المكونات تدوب خالص معانا. دلوقتي كده بعد ما دوبنا المكونات بتاعتنا في اللبن هنبدا نحط الرز بتاعنا في الصينيه اللي انت هتستخدميها بالشكل ده. هتفرديها كده بالشكل ده وتبداي تصبي خليط اللبن بتاعك بسم الله. وهنبدا بقى دلوقتي ناخد المكعبات الزبده ونحطها كده على الوش. حابه بقى زبده او سمنه، ولو في بقى سمنه بلدي هتبقى جميله جدا برضو اللي موجود عندك. الزبده برضو الصفرة بتديله طعم حلو قوي وبتديله وش جميل بالشكل ده. وهنحط برضو القشطه بتاعتنا، هنحط القشطه كده على الوش برضو. ايه الخطوات اللي انا قصدي عليها؟ اول حاجه ان احنا دلوقتي هنحطه في الفرن، هتشغلي الفرن والشوايه يغلي معاكي وفي نفس الوقت يدي الوش بتاعنا من فوق. هتقولي طب ازاي، طب ما الوش كده هيتحمر ومش هيستوي. دي بقى السر اللي انا هقولك عليه، بس بعد ما نحطه في الفرن ويطلع معانا هقولك تعملي ايه. هنحطه في الفرن على درجه حراره متوسطه وهنشغل الشوايه وتخليكي متابعه اول ما يدي اللون او الوش بتاعنا الذهبي ويبقى الوش بتاعنا شكله جميل جدا هنطلعها وهقولك هنعمل فيها ايه عشان نرجعها الفرن تاني.
هنحطه كده في الفرن ونرجع تاني مع بعض. احنا كده الوش بتاعنا خدنا اللون اللي احنا عايزينه، بس دلوقتي عايزين نسوي الرز من غير ما الوش يتحرق زياده عن اللزوم. هتبداي ان انت تحطي ورق فويل كده وتغطي الصينيه، وترجعي تحطيها بقى في الفرن وتطفي الشوايه. هنبقى عايزينها بس من تحت وعلى نار متوسطه، وطبعا برضو تتابعيها لغايه ما تشوفي ان الصينيه بتاعتك خلاص ما بقاش فيها لبن ونشفت وبقت جميله، هتطفي عليها. هنرجع نحطها تاني في الفرن، وزي ما قلنا نطفي الشوايه، ولما تستوي نطلعها واوريها لكم ان شاء الله ونقدمها مع بعض. وزي ما انتم شايفين معانا طلعنا صينيه الرز المعمر الحلو بتاعتنا من الفرن. شايفين الوش بتاعها شكله جميل ازاي، تحفه، وهتعجبكم جدا ان شاء الله. يا رب يكون كم خطوه اللي انا قلتها تكون فادتكم، ويكون الفيديو عجبكم. تقدري تعمليها في طاجن، وتقدري تعمليها في صينيه، اللي يريحك واللي انت حباه. ويا رب تكون الوصفه بتاعتي عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب وتدعموني عشان القناه تكبر بيكم. والف هنا ومع السلامه.